اسبانيا اتغلبت، البرتغال اتغلبت، بلجيكا اتغلبت، وحتى البرازيل في اول ماتش ليها في كاس العالم خرجت بتعادل، وهولندا ودعت البطوله في دور ال 32. وسط كل النتائج دي كان في منتخب واحد هو السبب في كل ده، المغرب. وسط تشجيع جماهيره المغرب عمل كل الإنجازات دي في أكبر بطولة لكرة القدم، والأغرب إن كل اللي هنحكيه حصل في أقل من 4 سنين. في كأس عالم قطر المغرب فاز على بطلين سابقين لكأس العالم في نفس مشوار الأدوار الإقصائية، وبقى أول منتخب عربي وأول منتخب أفريقي يوصل لنص نهائي كأس عالم. وبعدها ب4 سنين في يونيو 2026 وعلى ملعب ميت لايف ولمدة نص ساعة كاملة البرازيل صاحبة 5 بطولات كاس عالم كانت باينة كأنها مش مستوعبة اللي حصل. المباراة انتهت بالتعادل 1-1. أما المغرب فخرج من الملعب وهو باعت رسالة لكل المنتخبات المشاركة في البطولة إن انتوا لسه ما تعرفوش مين منتخب المغرب. في كاس عالم 2026 كل المنتخبات اللي في طريق المغرب عارفة الحقيقة دي كويس، خلوا بالكم من المنتخب المغرب. وكل المنتخبات اللي في طريق المغرب في البطولة عارفة الحقيقة دي كويس. ولسنين طويلة أي منتخب كبير كان بيتمنى يواجه منتخب أفريقي في الأدوار الإقصائية، لكن دلوقتي ولا منتخب كبير نفسه يواجه المغرب. والخوف ده ما جاش من الفراغ. حكاية المغرب في كأس العالم كانت بتنتهي بنفس النهاية، قريبين لكن مش كفاية. سنة 86 المغرب بقى أول منتخب عربي وأفريقي يتصدر مجموعته ويوصل لدور ال16، لكن وقتها خرج بفرق بسيط جدا. وبعد الإنجاز ده عدت 36 سنة كاملين مليانين بداية ما بتكملش وخروج متكرر من دور المجموعات. كان منتخب يخليك تحترمه، لكن بعد أول جزء من البطولة تقريبا مش بتفتكر، لحد ما كل ده اتغير. في قطر المغرب وقع في مجموعة كان فيها كرواتيا ووصيف كاس عالم 2018 وكمان منتخب بلجيكا. بدأ البطولة بالتعادل السلبي قدام كرواتيا، وبعدها قدم واحدة من أفضل مبارياته وكسب بلجيكا، وبعدين أنهى دور المجموعات بالفوز على كندا. المغرب وصل للأدوار الإقصائية وهو متصدر مجموعته، والأهم من كده إنه استقبل هدف واحد بس طول دور المجموعات، والهدف الوحيد ده كان جابوه في نفسهم. في اللحظة دي العالم كله خد باله من المغرب، لكن أغلب الناس كانوا مقتنعين إن المشوار هيقف أول ما يقابل منتخب كبير. وساعتها جه الدور على أسبانيا. في دور ال16 المغرب واجه بطل العالم 2010 وخنق أسبانيا لمدة 120 دقيقة كاملة. أسبانيا استحوذت على أكتر من 75% من الكورة ولعبت حوالي 1000 باص، لكن رغم كل ده بالعافية قدرت تعمل فرصة خطيرة على الجون. طول الماتش الكرة كانت بتلف حوالين منطقة جزاء المغرب لكن من غير أي حل حقيقي. ولما الماتش راح لضربات الجزاء ياسين بونو كنت تحسه بيتمرن مش بيلعب ضربات جزاء في كأس عالم، وقدر يصد ضربتين جزاء. والشوطة الثالثة لأسبانيا خبطت في العودة والمغرب كسب ضربات جزاء 3-0، وبكده بقى أول منتخب عربي في التاريخ يوصل لربع نهائي كأس العالم. وفي دور الثمانية قابل البرتغال. يوسف النصيري سجل الهدف الوحيد في الماتش بضربة راس في الشوط الأول، والماتش خلص 1-0 للمغرب. كتبت التاريخ من جديد وبقى أول منتخب أفريقي يوصل لنص نهائي كأس العالم. وفي وسط كل الأسماء دي في جيل جديد بيكبر بسرعة جدا. بلال الخنسي وعنده 22 سنة بس بيقدم مستوى ممتاز في الدوري الألماني مع شتوتجارت، وكمان أيوب بوعدي لاعب وسط ليل اللي اختار يمثل المغرب بدل فرنسا. وبين الخطوط إبراهيم دياز نجم ريال مدريد، وهو العقل اللي بيدير الملعب واللاعب اللي بيصنع الفارق. أما إسماعيل السيباري اللاعب اللي فيه كلام كتير عنه خلاص هيمضي مع بايرن ميونخ، لحد دلوقتي يعتبر مفاجأة البطولة، واحد من أبرز نجومها. وطبعا ما ننساش ياسين بونو الحارس اللي سبق وحسم تقريبا بمجهوده لوحده مواجهات كاملة في الأدوار الإقصائية إذا كان في كأس العالم أو في أفريقيا. تشكيلة مليانة لعيبة من الدوريات الأوروبية، من الدوري الإنجليزي الأسباني الفرنسي وحتى الألماني، مزيج بين اللعيبة أصحاب خبرة وهم اللي كتبوا التاريخ في 2022، ومواهب شابة اتربت واتطورت في أفضل أكاديميات أوروبا. المغرب داخل كأس العالم وهو بطل أفريقيا بحكم المحكمة طبعا، وكمان مصنف 8 منتخب على مستوى العالم. ونتائج ماتشات المغرب في أفريقيا كانت العلامة الكاملة، كسب كل ماتشاته وسجل 22 هدف واستقبل هدفين بس طول مشوار التصفيات كلها، وأنهى المجموعات بفارق وصل ل 15 نقطة عن صاحب المركز الثاني وأي منتخب أفريقي تاني. قدر يفرض نفس السيطرة دي، لكن أساس النجاح كله كان التنظيم الدفاعي. المغرب مش من المنتخبات اللي سهل تجيب فيها جوان، بيدافع أكنه شخص واحد وثقته زايدة جدا، ولو هو ما استقبلش ولا جون وفاضل فرصة واحدة فالمغرب هتسجلها. لكن لسه في علامة استفهام حقيقية حوالين مشوار المغرب في البطولة.
والعلامة الاستفهام دي هي دكة البدلة. وليد الركراكي المدرب اللي عمل معجزة في 2022 استقال، وده حصل قبل بداية كأس العالم ب3 شهور بس، والاستقالة دي جت بعد نهائي صعب جدا في كأس أفريقيا، البطولة اللي اتلعبت على أرض المغرب. وبعد رحيله محمد وهبي استلم المهم، مدرب عنده 49 سنة، وقبل البطولة دي ما كانش تقريبا ليه تاريخ مع أي منتخب كبير أو نادي، لكن تعيين وهبي ما كانش قرار عشوائي برضه. هو سبق ولعب مع منتخب المغرب بس تحت 20 سنة في بطولة كأس العالم 2025. بالفعل محمد وهبي قدر مع منتخب المغرب تحت 20 سنة يتوج بكأس العالم للشباب، وفي النهائي كسب الأرجنتين 2-0. الاتحاد المغربي وصف تصعيده لتدريب المنتخب الأول إنه قرار استراتيجي والحفاظ على الزخم، وإن كل اللي اتبنى في السنين الأخيرة يفضل مستمر. أما وهبي نفسه فلما استلم المهمة كان كلامه بسيط وواضح، قال إن الأساسيات موجودة بالفعل ودوره إنه يكمل البناء ويحافظ على نفس المستوى. لكن لسه في سؤال مهم، هل مدرب ما عندوش أي خبرة مع الفرق الكبيرة هيعرف يتعامل مع ضغوط الأدوار الإقصائية في كأس العالم؟ والعامل ده هيحدد سقف طموحات المغرب في البطولة. لكن لحد دلوقتي وهبي ما ارتكبش أي غلطة تذكر مع المغرب، وقع في المجموعة الثالثة مع البرازيل واسكتلندا وكمان هايتي اللي رجعت تشارك في كأس العالم من جديد. وأول ماتش كان قدام البرازيل، وأصعب بداية ممكن أي منتخب يتمناها. منتخبات المغرب القديمة غالبا كانت هتنزل الماتش بهدف واحد بس، إنها تخرج بأقل خسائر ممكن، لكن النسخة دي عملت العكس تماما. المغرب بدأت الماتش بقوة كبيرة وشاط على الجون 12 تسديد في أول نص ساعة بس، وبعدها إسماعيل السيبري سجل أول هدف برفعة جريئة جدا من فوق أليسون، وفينيسيوس جونيور رجع البرازيل للماتش بهدف عالمي. انتهى الماتش بالتعادل 1-1، لكن المغرب كان بالفعل وصل رسالته لكل المنتخبات، ومن بعدها عمل اللي بتعمله المنتخبات الكبيرة، خلص شغله من غير أي تعقيدات، كسب اسكتلندا 1-0 وبعدها هزم هايتي 4-2، وبكده ضمن المركز الثاني في المجموعة برصيد 7 نقاط نفس رصيد البرازيل. الفرق الوحيد بينهم كان فرق الأهداف، 3 ماتشات من غير أي هزيمة، ووصل لدور ال 32 من غير أي مشاكل. مجرد منتخب بيلعب بثقة وعارف كويس هو قد ايه قوي. السر اللي بيربط كل ده ببعض هو الهوية التكتيكية الواضحة للمغرب، مش فريق هدفه يسيطر على الكرة طول 90 دقيقة، هو فريق هدفه الأساسي يقفل المساحات، بيقدر يرجع يعمل تكتل دفاعي متماسك ومنظم، وبيجبر المنافس يلعب على الأطراف لأنها أصعب أماكن لصنع الفرص، وساعتها بيعتمد على مدافعينه إن هم يفوزوا بأي مواجهة 1-1 في منطقة الجزاء. أسلوب ممكن يكون شكله مش ممتع للي بيتفرج، لكن اللعب ضده رخم جدا، وده مجرد نص الخطة، لأن أول ما المغرب ياخد الكرة وبيتحول في ثواني لواحد من أخطر منتخبات العالم في الهجمات المرتدة. أشرف حكيمي بياخد الخط من أوله لآخره، وإسماعيل السيبري وإبراهيم دياز بينقلوا الكرة بسرعة كبيرة، وفي نفس اللحظة باقي اللعيبة بيطلعوا لقدام قبل ما الخصم حتى يلحق ينظم دفاعه، وده بالظبط سر خطورة المغرب، تنظيم دفاعي قوي وهجمات مرتدة خاطفة وسريعة. وعشان كده أي مدرب يشوف اسم المغرب في جدول البطولة بيعرف إنه داخل ماتش صعب جدا، ممكن تستحوذ على الكرة طول الماتش، لكن الخطر الحقيقي بيبدأ بعد أول 3 ثواني من بعد ما بتخسر الكورة. ونرجع تاني لحتة إن المغرب خلصت المجموعات في المركز الثاني، خلاه يواجه هولندا في دور ال 32. هولندا اللي بيدربها كومان كان متصدر مجموعته برصيد 7 نقط وسجل 10 أهداف، وعلى الورق الهولنديين كانوا محظوظين جدا بسبب قوتهم الهجومية وكمان تاريخهم الطويل في بطولة كأس العالم، وكمان تاريخهم الطويل في الوصول للأدوار المتقدمة في البطولات الكبيرة زي كأس العالم. لكن دي كانت بالظبط نوعية الماتشات اللي بتناسب المغرب. هولندا بتحب تهاجم وإنها تطير الأجنحة ويبقى في موقف 1 على 1، أما المغرب بيلعب بكتلة دفاعية منظمة في وسط الملعب، بيجبر المنافس إنه يطلع على الأطراف وبعدين يضربه بهجمة مرتدة سريعة، وده فعلا اللي حصل. جاكبو سجل الهدف الأول لهولندا في الدقيقة 72، لكن المغرب رفض يستسلم، وفي الدقيقة 91 إسماعيل ديوب سجل الهدف التعادل للمغرب عشان يوصل الماتش للإكسترا. وفي الماتشات اللي زي دي بيبقى صعب جدا إن أنت تجيب جون في الوقت الإضافي، وده اللي حصل فعلا في الماتش، ومحدش منهم قدر يسجل أي هدف
في الوقت الإضافي، والماتش وصل لضربات الجزاء، وهناك هولندا ضيعت ضربتين جزاء، أما ياسين بونو قدر يصد ضربة جزاء، وعلى الناحية التانية إسماعيل الصيبالي قدر يسجل ضربة الجزاء الحاسمة للمغرب، وخلص الماتش ب3 أهداف مقابل 2 في ضربات الجزاء، وصعد لدور ال16 عشان يواجه من الدول المستضيفة للبطولة وهي كندا. وأيا كان اللي هولندا كانت مستنياه من القرعة دي إنها كانت خيبة أمل كبيرة، لكن المغرب هو كمان عنده جرح قديم في 2022 تم خسارة صعبة قدام فرنسا في نص النهائي، وكمان كاس أفريقيا اللي فاتت دي اللي اتلعبت على أرض المغرب اللي انتهى بخسارة المغرب على أرضها قدام السنغال وخسروا 1-0 بعد ما إبراهيم دياز ضيع ضربة جزاء في الوقت بدل الضايع. لكن بعد كده الاتحاد الأفريقي اعتبر المغرب فايز ب3-0 بعد انسحاب السنغال بسبب التحكيم في الماتش، وبكده المغرب حصل رسمي على الكاس. لكن الأحداث دي كلفت وليد الركراكي منصبه، وكمان مش كل اللعيبة اللي كانوا موجودين في إنجاز قطر لسه موجودين. يوسف النصيري وسفيان بوفال ما كانوش ضمن القائمة النهائية اللي ضمت 26 لاعب، وده منتخب لسه جزء كبير من هويته متكون من قصص لسه ما انتهتش. مع كل ده المواهب موجودة في الملعب، يمكن أقوى حتى من نسخة 22 جيل أي منتخب في العالم بيتمنى يكون عنده زيه. وفي نفس الوقت اللاعبين أصحاب الخبرة اللي عارفين إزاي يكسبوا تحت الضغط لسه موجودين. أما المدرب الجديد فلحد دلوقتي ما خسرش أي بطولة طول مسيرته التدريبية. المغرب أثبت مرتين خلال 4 سنين إنه يقدر يهزم أي فريق في العالم، يعني في قطر فاز على اسبانيا وفاز على البرتغال، وفي 26 وقف قدام البرازيل ورفض انه يخسر الماتش. المغرب مش هيخوفك بقائمة مليانة لعيبة زي فرنسا لما تعتمد على كيليان امبابي، او الارجنتين لما تعتمد على نيول ميسي. هو هيكسبك بالتنظيم وبالثقة وبالايمان واليقين اللي جاء من المنتخب اللي قدر يكسر اي سقف الناس كانت بتحطه لاي منتخب افريقي او عربي. وكمان كل المنتخبات العربية والافريقية بتشجع المغرب وفعلا عايزاها توصل لابعد نقطة تقدر توصل لها في البطولة. والسؤال بقى، هل المغرب يقدر يعدي النقطة اللي وصل لها في كاس عالم قطر؟ الإجابة هتكون في الماتشات الجاية ليه. اكتب رأيك تحت في منتخب المغرب، وهل انت شايف ان المغرب ممكن توصل للنهائي ولا لا؟ لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة، وشكرا على المشاهدة.